السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان، مصر، كل البلاد ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكر كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر على راسي والله. بحبكم قوي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، وانتوا السند والعون بعد ربنا. كومنتاتكم الحلوه اللي بتساعدني، اللايكات لو عجبكم الفيديو، الناس المشتركه الجديده والله بحبكم قوي. لو قعدت من هنا يعني بجد السنين جايه كتير اشكر حضراتكم، مش هوفيكم حقكم ابدا ابدا. ربنا يخليكم ليا كده، انتوا تاج على راسي والله. يا رب يا رب قناتي تكبر بيكم وليكم كده باذن الله. بحبكم قوي. على راسي كل الناس اللي معايا، عيله او اسره منى. بحبكم قوي. حطوا لي اللايك يا جماعه، وهنتكلم برضو في الموضوع اللي مش هيخلص. يعني معانا برضو ام جانا، ومعانا عيله حوارات حمدي ومحمد. وموضوعهم بجد اللي المفروض لازم بقى ينزلوا التتر بتاع النهايه، لان اللي بيعملوه ده كتير قوي. يعني حمدي بيقسم بالله ان فعلا الاء مش حامل، والبطن اللي كانت فيها دي بطن سيليكون. طيب على الطرف التاني برضو محمد بيقول ان هيعمل فلوج الولادة. المتابعين واحنا كمان بجد حصل لنا، انا عن نفسي حصل لي ايرور في دماغي. اللي بيحصل ده مش طبيعي يا جماعة. الاخ واخوه بياكلوا في بعض كده، امال ايه بقى الصلح اللي انتوا عملتوه؟ وحمدي لما راح من امريكا لغاية الامارات يصالح اخوه، شفنا ده كل ده كان طبعا مش حقيقة. يعني احنا عايزين بجد نوضع بقى نهاية. يا حمدي نزل الستارة بقى كده واخلصوا بقى من الموضوع ده، لان انتوا تعبتونا صراحة. انتوا يعني بتعملوا لنا بقى سسبنس او تشويق. عايزين تشوقوا الناس، يا ترى هيحصل ايه؟ انت ناس معاك كتير يا حمدي وبتقول ان فعلا انت صادق. انا برضو قلت اكيد اكيد حمدي مش هيغامر باللي بيعمله ده كله، او مش هيطلع نفسه ان هو كذاب قدام متابعينه. محمد نفس الحكاية. ما تطلع بقى يا محمد اعمل فلوج الولادة وخلصنا من الليلة دي بجد يا جماعة. احنا دماغنا تعبت والله. الناس اللي هم كل يوم والتاني مستنيين ان انتوا تطلعوا بالنهاية. المتابعين تعبوا معاكم جدا. احنا نفس الحكاية يا جماعة، برضو ادينا معاكم خطوة بخطوة. اللي انا مستغربه له اهل الاء، فين مامتها وفين باباها وهم طالعين بلايف؟ طالعين بفيديو دلوقتي يعني، وانا بسجل عاملين فيديو بيحكوا طبعا ان ابو الاء اتعرف ازاي على مامتها، وحكى لنا القصه وقاعدين يضحكوا عادي ومفيش مشكله. طيب بنتكم بتولد ازاي انتوا بعيد عنها؟ او ازاي مش هتنزلوا حتى اي ستوري او منتدى تقولوا لها عامله ايه او مبروك او اي حاجه؟ يا جماعه احنا شايفين بجد في غموض في الموضوع ده. عايزه اقول لام محمود اللي عدت الحدود، اللي طلعت وقالت ان القناه بتاعت حوارات اتسرقت، محمد سرقها وسرق الذهب. طبعا احنا شايفين نزلوا فيديو، حسن منزل فيديو على قناه حوارات. ما شاء الله، يعني القناه ما اتسرقتش يا ام محمود. الذهب ما احنا شايفينه معاكي وانت عند حمدي في تركيا. يا جماعة بطلوا بقى أفلام، وبطلوا الحركات اللي انتوا بتعملوها دي، وانزلوا بتتر النهاية عشان الموضوع بوخ قوي والموضوع طال قوي قوي. شايفين جبس مصر برضو نفس القصة، طالع دلوقتي كل يوم بستوري. هقول ايه يعني؟ بيطلع ان حمدي او حمودي مسميه ان طالع طبعا بيقول ان هو كذاب او بيكذب العيله كلها. يا جبس مصر، انت طلعت وقلت للناس ان انت بتعتذر عن اللي انت عملته في مواضيعك القديمه في المحتوى اللي انت كنت بتقدمه، وقلت يا ناس سامحوني وانا بعد كده هقدم محتوى كويس. خلاص بقى يا جبس، مفيش داعي تتكلم بقى عن عيله حوارات. خليك في نفسك. الناس بتقولك خليك في نفسك. ربنا يا رب يهدي لهم حالهم. ويا حمدي بنطلب منك انت ومحمد، ان كان يا محمد هتنزل بفلوج الولادة انزل وخلصنا. حمدي بيقول ان السونار اللي عامله محمد ده كذب. شايفين برضو ان الاء مفيش حس ولا خبر خالص. احنا بنعذر البنت دي يا جماعة والله على اللي هي شافته بجد.
من العيله ديت شافت كتير، شافت قساوه كتير. ربنا يهدي لهم حالهم ان شاء الله. احنا هنقول لكم اول باول بالجديد. حطوا لنا اللايك. هتكلم بقى في موضوع ام جنى بصراحه، وده اللي مخليني من ساعتها والله العظيم انا تعبانه جدا. شفناها وهي بتحضر البطاطس، كانت هتعمل صينيه بطاطس وفراخ وكده، وكانت مقعده الولد الصغير مازن على الديب فريزر يا جماعه، والولد كان عمال يتحرك كتير، وهي عادي واقفه تخرط البطاطس وتحضر الاكل بتاعهم، والولد على الديب فريزر. طبعا انا مش عارفه ازاي قلبك يا ام جنى بيجيبك لكده. شفناها بقى في الفيديو التاني، وكانت عامله صينيه البطاطس والرز وقاعدين بياكلوا، والولد طبعا قعدته على الكنبه فوقيهم. ابتدت تحكي على الناس الكومنتات اللي كانت بتغلط في ام جنى عن الهدايا اللي جات لها، وقالت ان انا مش شحاته، وقاعده ماسكه الموبايل وقاعده بتتفرج على حاجات فيه. وشويه لقينا الطفل الصغير اتقلب من على الكنبه، والله العظيم انا قلبي اتخلع. انا اقسم بالله وانا بتفرج على الفيديو انا صرخت، لان العيل ما هو ممكن ينزل على دماغه يجيله فقدان وعي في ساعتها، يحصل له اي حاجه. المشكله في كده يا جماعه ان هي ما اتخضتش وعادي، وجنى مسكت الولد. انت فين قلبك يا ام جنى؟ والله العظيم بجد قلنا لك كتير هاتيله المشايه او هاتيله كرسي يقعد عليه بالحزام بتاعه. انت ازاي كده؟ انت حقيقي انا مش عارفه لك بجد. مش لاقيه لك كتالوج والله العظيم يا ام جنى. فين قلبك ده؟ مازن لقيناه وهو قاعد بياكل بيقول لك الولد كده ممكن يقع. طب ما انت عارف ان ممكن يقع. طب وبعد ما وقع ما انتوا قعدتوا تتكلموا عادي وتاكلوا عادي وتضحكوا. الولد يا عيني والله زي القمر، ربنا يحرسه لك يا ام جنى. لو قعدنا اتكلمنا فيكي بجد يوم كامل مش هنخلص. انت مش ام بجد. انتوا بتجيبوا الاطفال دي يا جماعه للتجاره بس، انتوا بتتاجروا بيهم. والله فين حقوق الطفل لكده حقيقي بجد. خلصنا فيكي يا ام جنى كل الكلام. شفناكي وجنى بتقول في صرصار طاير، وقمتوا صرختوا وعملتوا موال عشان الصرصار. طب ما في ايدك تقعدي في الشقه النظيفه اللي هي ما فيهاش صراصير ولا فيها الكلام ده، وتاخدي ولادك فيها وتقعدوا هناك. برضو عملتي ان الواد وقع، معرفش عملتي مونتاج، وعملتي برضو هنقول اثاره، او هقول سسبنس برضو في الفيديو، انك انت علقتي على الواد كذا مره وهو بيقع علشان الناس تقول يا ترى حصل ايه ويا ترى الواد جراله ايه. انت بتتباهي بكده يا ام جنى. الواد وقع وقعه وحشه جدا يا جماعه. والله العظيم قطع قلبي. ربنا يعينكم يا جماعه اللي انتوا فيه، مش عارفين نقول لكم ايه صراحه. انت قلبك فين يا ام جنى؟ وعادي وجنى مسكت الطفل وعادي ومفيش اي مشكله. الواد عيط شويه صغيرين وخلاص. ممكن وقع زي ديت يتكسر فيها، ممكن بعد الشر عليه يموت فيها. انتوا فعلا بتتاجروا بالاطفال دي، حرام عليكم. الناس مش لاقيه ضافر عيل وانتوا مهملين. ان كنت انت ولا اختكم مشروع مهملين جدا جدا في الاطفال. ربنا يعينكم بقى على اللي انتوا فيه. ولو عجبكم الفيديو حبايب قلبي ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.